بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب يا شباب، نتوكل على الله ونبدأ في محتوى الحصة الثانية. الحصة دي إن شاء الله يا شباب هتكون على مادة الفسيولوجي. ما تقلقوش خالص يا شباب، دي من مادة الهيستو. الموضوع كله نفس الموضوع كله تكرار، بس نفس المحتوى اللي هندرسه في مادة الفسيولوجي هو نفس المحتوى في مادة الهيستو. زايد عليها بس بعض حاجات بسيطة، اللي هو الصبغات، وإن شاء الله أنا هغطي لكم الموضوع ده كلها. طب يا شباب نخش في الموضوع على طول. إن شاء الله الحصة دي هتمشي إزاي؟ أنا جمعت لكم بعض الأفكار أو بعض الأسئلة. إن شاء الله على مدار الحصة ديت نقدر نجاوب على الأسئلة ديت. الحصة هتمشي إزاي؟ أول حاجة مراجعة سريعة، نبدأ نراجع الحاجات اللي خدناها الحصة الأولى. تاني حاجة، في سؤال بيقول لك ازاي السيل ممبرين بيترانسبورت. احنا اتفقنا ان السيل ممبرين من ان هو كان بره الخليه ذات نفسها، من معرفتك ان هو بره الخليه ذات نفسها نقدر نستنتج بعض الوظائف من ان هو بروتكت وريجوليت الترانسبورت، وبانزيم وبهرمون وبريكوجنيشن. دلوقتي احنا المفروض على مدار الحصه ديت نبدا نشوف ازاي السيل ممبرين نفسه كان بيترانسبورت، لان ده احنا ما عرفناش الحصه اللي فاتت ده كان بيحصل ازاي، احنا مجرد عرفنا الوظيفه بالاسم. مفهوم؟ المفروض على مدار الحصه ديت نبدا نشوف ازاي السيل ممبرين بيبدا يقوم بالوظيفه ديت. وهنعرف ان السيل ممبرين بيقوم بالوظيفه ديت عن طريق حاجه اسمها عن طريق مجموعه محتويات موجوده فيها اللي اسمها الشانل. ننتقل للعنصر الثاني، نبدا نشوف برضو ايه هو الشانل، ايه هي القناه ديت وبتشتغل ازاي، وهل في قوه بتتحكم فيها ولا لا، وايه الاولويه. مثلا احنا عارفين الشانل دي بتوصل بين بره الخليه وجوه الخليه عشان تقدر تمرر من خلالها عناصر. ايه الاولويه مثلا لعنصر على عنصر ثاني؟ ان شاء الله ده هنكون قادرين نفهمه على مدار الحصه ديت. طيب هننتقل من العنصر الثالث للعنصر الرابع، ونبدأ نشوف نختم حصتنا بأننا نعرف فكرة عن باقي أجزاء الخلية نفسها. احنا طبعا درسنا الحصة اللي فاتت ان السيل ممبرين، وعرفنا ان هو بيحوط على مجموعة من العضويات لحمايتها وينظم سير الحياة وينظم الحياة حواليها، ويبدأ يكون هيكل ذات داخل الخلية باستخدام السيتوسكلتون. ويبدأ يعمل انزيم بينظم الوظائف نفسها اللي بتتم، بينظم العمليات الحيوية اللي بتتم جوه اجزاء العضويات دي نفسها. ولكن نبدا في الحصه ديت ان شاء الله هنكون قادرين ندي فكره عن باقي اجزاء الخليه نفسها، وناخد هنت او بسيطه او تفصيله صغيره عن وظيفه كل عنصر من العناصر ديت. طيب يا شباب ان شاء الله هنخش في الموضوع بس على طول، ونبدا بمراجعه سريعه على اللي درسناه. احنا كنا خدنا ايه الحصه اللي فاتت يا شباب؟ والله كل اللي كان موجود الحصه اللي فاتت دي كانت محاوله مننا ان احنا نعرف طبيعه جسم الكائن كمخلوق ازاي، وعرفنا انه بيتكون من مجموعه من جسم الانسان اهوت كان بيتكون من مجموعه من الاعضاء، ومجموعه من الاجهزه، والجهاز ذات نفسه بيتكون من مجموعه من الاعضاء، والعضو نفسه يتكون من مجموعه من الانسجه، والنسيج يتكون من مجموعه من الخلايا. اعضاء اجهزه والاعضاء، عضو يتكون من مجموعه من النسيج، والنسيج يتكون من مجموعه من الخلايا. وابتدينا برضو الحصه اللي فاتت نعمل ايه؟ ابتدينا نمسك محتوى الخليه دي نفسها، ونبدا نشوف المحتويات نفسها هتبقى عباره عن ايه. شفنا ايه؟ والله انا شفت ان الخليه دي نفسها عباره عن زي الشكل دهوت. وايه هو الشكل ده؟ والله وشفت الشكل ده وفيه سائل موجود جواه، هنعرف النهارده ان اسمه السيتوبلازم. وشفنا حاجه مركزيه اهوت، وابتدينا وعرفنا بس الحاجات دي بالشكل او بالاسم بتاعها. ده هو برضو الموجود اهوت. وفي برضو الشبكه ديت. المحتوى الحصه اللي فاتت برضو كان اغلب محتوى الحصه اللي فاتت كنا بنعمل ايه؟ كنا حاولنا بس نحلل الجزء اللي حوالين الخليه دي نفسها. عرفنا من خلاله من خلال شكله، والمكان بتاعه اللي هو موجود اوتسايد ذا سيل وبيحيط بالخلايا الداخليه، نستنتج منه شويه وظائف. ايه الوظائف بتاعته؟ عرفنا انه من خلال ان هو بره الخليه مثلا، ده عرفنا ان هو اسمه السيل ممبرين. عرفنا من خلال انه اسمه السيل ممبرين. عرفنا من خلال السايد بتاعه ان هو اوت سايد. وابتدينا نشوف التركيب بتاعه، الاستراكشر لانه بيتكون من حاجه اسمها دبل لاير. جميل. وده مكننا من ان احنا نشوف السايد بتاعه ان هو اوت سايد، ونشوف الاستراكشر ان هو دبل لاير. مكننا من نستنتج ليه شويه فانكشن معينه، من خلاله نقدر نشوف الوظيفه بتاع السيل ممبرين ده. مفهوم؟ قلت والله بحكم ان السيل ممبرين ده موجود بره الخليه ذات نفسها وبيحوط على العضويات، فاكيد حاجه بيعمل ان هو بيعمل بروتكت.
تاني حاجة قلت غير ان هو بيبروتكت الخلية نفسها مش معزولة عن باقي المحتوى اللي حواليها، اكيد بتحتاج حاجات من الخلايا المجاورة او بتديهم حاجات، فعشان كده ما ينفعش يبقى حاجة مصمتة، كان لازم حاجة اسمها بيريجيوليت، وعرف ان هو بيريجيوليت الترانسبورت، وعرفنا برضو ان هو عباره عن في عمليات كتير بتتم في الخلايا، ان هو بيعمل عباره عن حاجه اسمها انزيم بيطلب يفرز انزيم للعمليات، وعرفنا برضو ان هو بيفرز مستقبلات ايه، قالك موجود عليها مستقبلات هرمونز. وعرفنا برضو ان بحكم ان السيل ممبرين ده بيحوط الخليه، فبالتالي زي من مثال جدران الغرفه كان لازم برضو ان هو يبقى له دور فيه كان ليه دور في الدعامه ذات نفسها، تدعيم الخليه زائد بمساعده السيتوسكيلتون، فعارفين ان كان وظيفه من وظائفه اللي هي انكور، بيعمل كام هيكل للخليه ذات نفسها. ده باختصار الشباب كانت وظائف السيل ممبرين اللي احنا درسناها على مدار الحصه اللي فاتت، وابتدينا نبدا نشوف الجدار ده مش مجرد خط، بدنا نمسك الميكروسكوب ونبدا نكبره ونكبر، وعشان نبدا نشوف السيل ده بيتكون من ايه، السيل ممبرين ده بيتكون من ايه، لان السيل ممبرين بيتكون من ايه، قلنا بيتكون من طبقتين، والتراكيب الكيميائيه اللي موجوده جواه احنا قلنا السيل ممبرين دي ماده عضويه، نفس التراكيب من دروس الكيمياء بتاع ثانويه عامه، ايه المواد العضويه اللي كانت بتكون كل الخلايا الحيه، لا اما كربون يا هيدروجين لا اكسجين، بتبقى موجوده في صوره ايه، والله لا اما بتبقى في صوره بروتينات، لا اما بتبقى في صوره ليبيد، لا اما بتبقى في صوره ليبيد، لا اما بتبقى في صوره كربوهيدرات. ودرسنا الحصه اللي فاتت برضو الاول طبقه من طبقاتها اللي هي الليبيد، وعرفنا الخليه وعرفنا الليبيد ده بيكون في انهي شكل، مفهوم؟ طيب يا شباب نكمل كلامنا، احنا كده تقريبا خلصنا المراجعه على الاجزاء اللي فاتت، نبدا ننتقل لجزئيه جديده، كنا المفروض ننتقل لجزئيه جديده، نحاول مع بعض نجاوب على السؤال اللي احنا طرحناه في اول الحصه، كان حد كان فاكر السؤال كان ايه؟ اول حاجه كنا محتاجين نعرف ايه هو الجزء المسؤول عن الريجوليتد ترانسبورت داخل السيل ممبرين، قال لك عشان تعرف الجزء المسؤول عن الترانسبورت في السيل ممبرين، عشان تعرف انهي جزء محتاج الاول تشوفه، وتبدا تشوف الاول عشان تعرف، فعشان كده نبدا نشوف السيل ممبرين، نجيب الميكروسكوب نفسه ونبدا نشوف السيل ممبرين بيتكون من ايه، هتلاقي بيتكون من ايه، زي اي ماده عضويه بيتكون من ايه العناصر اللي بتكونها، هتلاقيها لا كربون لا هيدروجين لا اكسجين، متجمعه في صوره ايه، متجمعه في صوره بروتين او ليبيد او كربوهيدرات. ماشي، نبدا نحلل بس الصوره اللي احنا شفناها يا شباب في محاوله من ان احنا نعرف الوظيفه بتاعت كل حاجه. طيب احنا عرفنا من قبل كده ان ديت عباره عن حاجه اسمها طبقه الليبيد موجوده اهيت، ونبدا نعرف كمان ان دي هي عباره عن حاجه اسمها طبقه البروتين، ودي جلايكو بروتين. محتاجين نشوف ايه، احنا محتاجين نشوف انهي عنصر من العناصر ديت هو الجزء المسؤول عن الترانسبورت، هو الجزء اللي يقدر يوصل لنا ما بين انترا سيلولار واكسترا سيلولار، ما هو ده الغشاء البلازما اهوت يا شباب، محتاجين ماده مثلا زي الصوديوم محتاجين نوصلها مثلا من اوتسايد ذا سيل الى انسايد ذا سيل، انهي جزء من الاجزاء ديت هو الجزء اللي هيفيدنا عشان نقدر ننقل الماده ديت. اظن والله يا شباب من الواضح ان احنا عشان نبدا ننقل الماده من ديت لديت محتاجين حاجه تكون مغروسه او حاجه تكون متواجده في الطبقتين ذات نفسها، متلامسه الطبقتين، اظن مباشره خالص انها هتبقى طبقه البروتين ديت هي الموجوده، مفهوم؟ اللي بيوصلنا من بره الخليه وجوه الخليه. طيب هل كده خلاص الجزئيه دي انتهت خلاص احنا كده عرفنا؟ قال لك تقريبا 90% تقريبا خلصنا الجزئيه نفسها، نبدا بس الجزئيه دي بقى انها مهمه نبدا نفصلها بس الاول في نبدا نفصصها دلوقتي احنا وصلنا لغايه ايه؟ قال لك احنا وصلنا خلاص للنهايه، قال لك انت الدقيقه اللي عايز تعرف فيها الترانسبورت بيتم ازاي ابدا من عند البروتين، يعني لو عايز نعيد تاني يا شباب، الدقيقه اللي تعوز فيها تعرف الترانسبورت بيتم ازاي في السيل ممبرين ابدا من عند البروتين. طب نبدا من عند البروتين اهو يا شباب، نبدا نكتب اهوت بروتين، تمام. دلوقتي عايزين نشوف ايه عن البروتين، قال لك والله ده في نوعين من البروتين، انا شايف اهوت احنا عارفين طبعا احنا عارفين ده بروتين وده بروتين، ده البروتين اهوت اللي مخترق الغشاء البلازمي هنسميه انتجرال بروتين، انتجرال، او قد يكون بروتين تاني اهوت شايف موجود فين، مكان على السطح، او قد يكون حاجه اسمها بريفلر بروتين. فكده عرفنا ان البروتين ذات نفسه البروتين قد يكون انتجرال وقد يكون بريفلر. طيب عشان بس ما ننساش في الاول احنا اتفقنا من شويه كان الترانسبورت كان موجود معانا في واحد فيهم عشان ما ننساش نكتبه بس في البدايه، المعلومات اللي خدناها نكتبها، الانتجرال بروتين هو كان اللي مسؤول عن الترانسبورت
هو كان الجزء المسؤول عن الترانسبورت. مفهوم يا شباب؟ نبدا ننتقل للبريفرال بروتين. نبدا بس نحاول مع بعض نشوف البريفرال بروتين ده، نشوف عنه ايه. قال لك والله انا محتاج اشوف عن البريفرال بروتين ده المكان بتاعه مثلا موجود فين، السايت. طيب حاجه تانية، قال لك والله انا برضو محتاج عن البريفرال بروتين ده اشوف هو دي حاجه ربنا خلقها لك في سيل ممبرين، طب خلقها ليه؟ ايه الدافع من وجودها؟ ما كنا ما نجيبهاش وخلاص. فمحتاج برضو انا اشوف حاجه اسمها فانكشن، وهيبدا يديك بقى في النهايه حاجات زي مثال لكل حاجه او خصائصها، نبدا نشوف زي ايه. مفهوم؟ جميل. نبدا اول حاجه يا شباب من السايت. عايزين نحاول نخمن مع بعض كل عنصر من العناصر ديت. البريفرال بروتين مكانه فين؟ يعني البريفرال هيبقى مكانه فين؟ هذا كان مكانه على السطح. البريفرال بروتين اهوت مكانه ات بريفرال. يا اما هتلاقيه في مكان، يا اما هتلاقيه في طبقه الاوتر، يا اما هتلاقيه في طبقه الانر. احنا اتفقنا ما ينفعش يبقى موجود في الاثنين زي الانتجريتد، والا ما كانش هيبقى، والا هيبقى انتجريتد بقى. لو كان موجود هنا وهنا يبقى انتجريتد، لا اما فبالتالي لا اما موجود في طبقه فوق او موجود تحت. طيب هتلاقي في الكتاب مزود لك حته صغيره قوي، قال لك خد بالك بس البريفرال بروتين ده موجود على السطح، بس خد بالك برضو هنشرحها بعدين. هحط في دماغك بس ان مكانه ده مش على السطح، المكانه ده هيبقى مؤقت، هيبقى تمبورال، مكانه ده هيبقى مؤقت، وهنشرحها بعدين. قال لك بس حط خليها في دماغك بس دلوقتي. طيب عرفنا ان السايت بتاعه موجود في البريفرال. طيب احنا محتاجين دلوقتي نشوف ننتقل على طول الفانكشن بتاع البريفرال بروتين ده، الفانكشن. انا دلوقتي محتاج اعرف الفانكشن بتاع البريفرال بروتين. البريفرال بروتين ده موجود فين؟ البريفرال بروتين ده جزء من مكونات الغشاء البلازمي. الغشاء البلازمي هو موجود مثلا جنب الليبيد وموجود جنب الجلايكوبروتينات. الفانكشن بتاع البريفرال بروتين والله انا ممكن اخمن مع بعض. ممكن نخمن مع بعض ازاي؟ قال لك مش الوظائف بتاع السيل ممبرين ككل، غشاء وظائف السيل ممبرين كله كان بيتمحور في ايه؟ قال لك والله ده 6 وظائف، 6 ولا 7 وظائف كاملين. ده السيل ممبرين اللي كان بيبروتكت، ده اللي كان بيريجوليت، ده اللي كان بيترانسبورت، ده اللي كان بيريجوليت الترانسبورت، ده اللي كان بينزيم، ده اللي كان بهرمون، ده اللي كان بجنكشن، ريكوجنيشن، تعرف. كل الحاجات ديت هنبتدي نعمل دلوقتي، هنبتدي نحلل كل وظيفه من الوظائف ديت، سواء البروتكت او ريجوليت او انزيم وغيرها، ونبدا نشوف انهي الوظيفه هي تناسب البريفرال بروتين. طيب نبدا بالبروتكت يا شباب. طب زي ما احنا متفقين، اول ما ننزل نظريه البروتكت هتلاقي الليبيد باي لير هي طبقتين، انا ما حدش له دعوه بيها، انا هبقى مسؤول عن البروتكت. انا طبقه انا بتكون من طبقتين اهوت، وممكن اعمل كسبورت او كدعامه للجسم. جميل. طيب الحاجه الثانيه ترانسبورت. الترانسبورت اتفقنا الترانسبورت تبع مين؟ قال لك لا الانتجريتد الترانسبورت دي عليا انا، دي الوظيفه بتاعتي بس ومش هاخد غيرها، سيبوها لي. جميل. هيبقى لك يا شباب، يبقى لك انزيم وهرمون وجانكشن وريكوجنيشن. الوظائف دي كلها بدل ما تحفظ هنعمل ايه؟ احنا عارفين البروتكت ليبيد وباي ليبيد وريجوليت اللي هي البروتين. الوظائف دي كلها هي الانزيم والهرمون دي كلها هننقلها عباره عن حاجه اسمها البريفرال بروتين هيبقى مسؤول عنها. فكده عشان نعيد على طول البريفرال بروتين هيبقى معمول لي، قال لك البريفرال بروتين يعمل كام؟ عباره عن مستقبل للهرمونات، ويعمل كانزيمات بتسرع من سير التفاعلات الكيميائيه. والبريفرال بروتين برضه بحكم ان هو موجود بره، فممكن نقول ان هو بيشارك كجنكشن تربطه بينه وبين خلايا ثانيه موجوده. مفهوم؟ وبرضه اظن منطقي جدا بالنسبه برضه للوظيفه لمكانه اللي بره، ان هو بيعمل كريكوجنيشن، ده المكان اللي بنقدر نتعرف من خلاله على اذا كان في اي جسم غريب ولا لا، ده اللي بيعرف ده بيعمل كريكوجنيشن. شايف دلوقتي الجزئيه اللي كنا مأجلينها شويه، ليه قلنا على البريفرال بروتين ان هو تمبر؟ والله انا شايف من تبعا لوظيفته وتبعا للمكان بتاعه هو لازم يبقى، كان لازم يبقى مؤقت ما يبقاش دايم. ليه مثلا يا شباب؟ قال لك والله ده البريفرال بروتين ده بيتعامل مع مجموعه من الهرمونات او انزيمات. افرض مثلا احنا محتاجين دلوقتي كنا محتاجين مستقبل للهرمون مثلا يبقى موجود دلوقتي هنا، في مره ثانيه كنا محتاجين يبقى هنا. فكل البريفرال بروتين بيكون موجود على طبقه من السيل بلين سواء ان او اوت، ولكنه تمبورالي بيكون مؤقت. ده بعكس ايه؟ بعكس الانتجريتد. مكتوب عن الانتجريتد ايه؟ قال لك لو عايزين نبدا نحلل مثلا الانتجريتد اهوت، نحلل مثلا الانتجريتد، نشوف السايت بتاعه. قلنا السايت بتاعه فين؟ قال لك ان السايت بتاعه هو عباره عن حاجه اسمها امبيدد ان ذا باي ليبيد لاير، ده الطبقه المغروسه في طبقه الليبيد المزدوجه. جميل. نكتب اهوت امبيدد. حاجه تانية قال لك لا خد بالك الانتجريتد ده عباره عن ايه؟ قال لك لا ده ما ينفعش يبقى مؤقت. ده هيبقى مؤقت ازاي يعني ويتحرك من مكانه ازاي؟ قال لك لا ده عباره عن حاجه اسمها بيرمننت. واظن واضح بيرمننت، واظن شيء واضح من المكان بتاعه، يعني هيتحرك ازاي او هيبقى مؤقت ازاي؟ ده خلاص اتغرس، واللي ويتغرس وما نقدرش تاني نرجع في كلامنا او نغير مكانه. فعشان كده الانتجريتد بروتين هتلاقي مكتوب ان هو بيرمننت.
نرجع بقى يا شباب نجيب مثال لكل حاجه. نحفظ بس الجزئيه دي يا شباب. البريفرال بروتين قال لك لما جيهم يشوفوا البريفرال بروتين ده عامل ازاي، اللي هو عباره عن البريفرال بروتين عن حاجه اسمها اريثروسايت سبيكترون. ده نوع البروتين اللي موجود في البريفرال، ده نوع البروتين اللي بيكون البريفرال نفسه. طيب الانتجريتد بروتين اللي مسؤول عن الترانسبورت عبر ايه؟ عبر شانل. لما جم يشوفوا المثال اللي مسؤول، المثال على انتجريتد بروتين اللي هو عباره عن جلايكوفيرون. يبقى كده عرفنا ان البريفرال بروتين هو زي الاريثروسايت سبيكترين، ده اللي مسؤول عن اي وظائف خاصه بالسطح ذات نفسه، سواء هرمون جاي مثلا واقف على السطح هنا محتاج مستقبل. مين اللي يستقبل بتاعه؟ قال لك الموجود على السطح اهوت، انا بروتين موجود على السطح عشان استقبله. ده بروتين موجود على السطح ليه موجود على اول البوابه؟ قال لك عشان استقبل اذا كان في اي حاجه جايه لي، هرمون او انزيم او حتى انتيجين. قال لك هتلاقي وظيفه عندك في الكتاب بيعمل كمستقبل مناعي كانتيجين. وغير كده قال لك يعمل كجنكشن، يبدا يربط ما بين السيل ممبرين ده وسواء السيل ممبرين للخليه المجاوره. دي كان ببساطه يا شباب السيل ممبرين، وازاي السيل ممبرين بيقوم بالوظيفه بتاعته كترانسبورتر. الجزئيه جديده وفكره جديده، ونحاول نجاوب على السؤال الثاني. السؤال اللي كان بعده احنا كنا وقفنا لغايه فين؟ كنا وقفنا عرفنا الحمد لله في الجزء الاولاني ازاي السيل ممبرين بيقدر يقوم بالوظيفه بتاعته كترانسبورتر، وعرفنا ان ده بيتم عبر مجموعه من البروتينات اللي موجوده عليه، قد يكون اللي هو البروتين الانتجريتد بعكس البروتين البريفرال اللي هو وظيفه ثانيه. طيب نبدا بقى نمسك كده، مسكنا طرف الخيط، نبدا نمسك البروتين الانتجريتد ذات نفسه ونشوف انهي جزء اللي موجود في ايه اللي بيعمل الوظيفه ديت. عرفنا انها عباره عن شانل، ونبدا نجيب البروتينات ديت نفسها ونحللها ونشوف الشانل ديت عامله ازاي. وان شاء الله بعد الفيديو ده نخلص نكون عارفين نجاوب عن ايه هي الشانل ديت، وازاي الشانل دي بتقوم بالوظيفه بتاعتها، وهل يا ترى في اي قوه نفسها بتدي اولويه لعنصر على اساس عنصر ثاني مثلا ان هو يقدر يمر عبر البوابه ديت. ان شاء الله ده اللي هنشوفه في الجزء ده. طيب ننتقل لجزء جديد، وابتدينا نجيب البروتينات نفسها ونحللها تحت الميكروسكوب في محاوله مننا اننا نشوف خصائصها بشكل ادق. والله اللي عملوه ان هم لما ابتدوا يجيبوا البروتينات ديت شافوا المنظر اللي انتم شايفينه ده. ايه المنظر ده؟ والله العلماء برضو لما شافوا المنظر ده قال لك والله انا شايف تقريبا ديت كان فيها شبه بالجزء اللي جوه ده، بس دي شكلها ابسط شويه، دي هنسميها شكلها بسيط فهنسميها سمبل شانل، سمبل. بعكس البتاع دي بعكس البروتين ده انا شايف حواليها، انا شايف تقريبا ده هو ده تقريبا في الشكل يعني. الفرق بس ان حواليها حاجه ديت عليه بوابه، فدي هنسميه ايه؟ قال لك ده هنسميه شانل ذات البوابه، هنسميها جيتد تشانل. طيب ايه اللي هي ايه خصائص كل حاجه فيهم، وايه هي الوظيفه بتاعت كل حاجه فيهم؟ سمبل شانل ديت من اسمها دي سمبل، دي بتسمح بامور ايه؟ لك والله بتسمح بمواد سمبل، ايونات او ميه، سواء ميه ايونات زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، الحاجات دي كلها بتمر بشكل تلقائي. قال لك بتمر بشكل تلقائي. قال لك غير انها سمبل، قال لك خد بالك ان اسمها العلماء لما غير ان هم سموها السمبل شانل قال لك والله خد بالك انها باسيف. باسيف يعني ايه باسيف؟ بتعرف، قال لك باسيف يعني سلبيه. تعرف منين الشخص السلبي ده بيبقى خصائصه ايه؟ ايه الشخص السلبي ده؟ قال لك والله الشخص السلبي ده مهما كان في مشاكل حواليه، مهما كان مين بيضرب في مين، انا كده همشي جنب الحيط واكل واشرب وماليش دعوه بحد. بيعمل كده ليه؟ قال لك والله بوفر طاقتي، ليه اضيع طاقتي في اي خناقات مش هتفيدني، اي مشكله مثلا حواليه ما بيحاولش يحلها، فده هو الشخص السلبي. طب امال انت كده بتقول لي ان الشانل ديت هي اللي بترانسبورت المواد، بتنقل المواد من اوتسايد لانسايد، دي اللي بتنقل المواد من بره الخليه الى جوه الخليه. طب ما هو السؤال دلوقتي انت بتقول لي انها بس وما بتستهلكش طاقه وتقريبا ما بتعملش طاقه عشان تعمل وظيفه، امال بتقوم بوظيفتها ازاي؟ قال لك لا، قال لك اي حاجه موجوده لازم ياثر عليها طاقه ايه؟ هل يا ترى دي بتعمل طاقه؟ قلنا لا ما بتعملش طاقه، امال طاقه ايه؟ قال لك طاقه الوسط المحيط، القانون الكوني اللي بيقول الماده بتنتشر من التركيز الاعلى للتركيز الاقل، فدي بتنتقل عبر ايه؟ قال لك بتنتقل عبر قوانين زي الديفيوجن مثلا، بينتقل عبر الديفيوجن، بينتقل عبر عن طريق الديفيوجن. ايه هو الديفيوجن ده؟ زي ما قلنا يا شباب، لو جبت علبه برفان مثلا وحطها في الهواء شويه، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي البرفان مالي الاوضه كلها. يعني هي زي ما قلنا هو الماده بتنتقل من التركيز العالي للتركيز القليل، وده نفس اللي بيحصل في البوابه ديت.
طيب ايه يبقى كده نبدا نجمع مع بعض الفانكشن اللي احنا قلناها. قال لك دي بتسمح بانها سمبل شانل، بوابه بسيطه، اذا تسمح بمرور مواد بسيطه زي الصوديوم، بوتاسيوم، ميه، بتسمحها. بتعمل كده ازاي؟ قال لك والله بتعمل كده بناء على ان بناء على ان السيل ممبرين نفسه عنده سيلكتيف بيرميابيليتي، عنده سيلكتيف بيرميابيليتي، نفاذيه اختياريه، اللي هو يقدر يتحكم ايه الماده اللي تمر من بره الغشاء بذات نفسه، وايه الماده اللي ما تتمرش. طيب بيتحكم على اساس ايه؟ قال لك البوابه نفسها ملهاش اي دور، دي مجرد وسيط او مجرد ممر صغير يبدا يربط لك ما بين بره وجوه. هل بيعمل وظيفه؟ ما بيعملش وظيفه. ايه اللي بيعمل وظيفه؟ قال لك الوسط المحيط ذات نفسه. الايونات صوديوم، سواء الصوديوم او البوتاسيوم، ماشيه ازاي الموضوع ده؟ قال لك والله لو مثلا جوه الخليه عندها عجز في الصوديوم، وبره الخليه موجود، الايونات تنتقل بشكل تلقائي من التركيز المرتفع في الايونات للتركيز المنخفض. ودي اول جزئيه. هل بيعتمد على حاجه ثانيه؟ قال لك اه والله بيعتمد على فرق ثاني. فرق ايه؟ فرق في الكهرباء. الكهرباء ايه الكهرباء ديت؟ ما خد بالك، ما احنا اتفقنا، قال لك هي تقريبا، مش احنا اتفقنا الايونات دي نفسها مرور ايونات او الكترونات حره موجوده بتعمل ايه؟ ديت اللي بتعمل كهرباء قطبيه. فبرضه بنفس كيفيه انتقال الالكترونات من التركيز العالي للتركيز القليل، قال لك برضه الالكترونات بتنتقل من الشحنه الكهربيه. كده احنا خلصنا السمبل شانل، وعرفنا خصائصها عامله ازاي، وعرفنا انها باسيف وبتعتمد فقط على الوسط المحيط. هل كان ده كافي عشان يقدر يكون حياه جوه الخليه ذات نفسها؟ هل ده كافي عشان الحياه تستمر في الخليه؟ قال لك والله عشان نقدر نجاوب على السؤال ده محتاجين نشوف السيناريوهات او الاحتمالات الموجوده. قال لك والله ده هو السيل ممبرين، هو السيل ممبرين، وعليه عليه باسيف تشانل، او عليه باسيف تشانل، او عليه سمبل تشانل. دلوقتي الخليه نفسها عندها عجز في الصوديوم، يعني ما فيش صوديوم موجود، وبره الخليه اكسترا سيلولر اهوت موجود، هتلاقي عندك ايونات صوديوم كتيره، ايونات صوديوم كتيره. تبدا الايونات بالانتشار، بقانون الانتشار عادي، تنتقل من التركيز العالي للتركيز القليل، بالقانون ده قانون كوني عادي، تنتقل من التركيز العالي للتركيز القليل. وده نفس اللي احنا محتاجينه دلوقتي، محتاجين ان الايونات تنتقل من تركيز عالي لتركيز قليل. طيب افرض بقى سيناريو تاني موجود اهوت، والخليه هي عندها صوديوم موجود اهوت، وبره المحيط نفسه هتلاقي حصل عجز، بس بره الخليه نفسها ما بقاش فيه ايونات صوديوم بره الخليه، ومع ذلك الصوديوم اللي موجود في الخليه ذات نفسه ما بقاش مكفيها، لسه محتاجه صوديوم بكميات ثانيه. هل يا ترى ايه العمل في الحاله ديت؟ قال لك يبقى كده الباسيف تشانل نفسها ما كانتش كفايه علشان تقدر تقوم بوظيفه الترانسبورت لوحدها، لان كان فيها احتمالات نفس موجوده. الشانل ديت ما بتقدرش تتصرف فيها، فكنا محتاجين نوع تاني من الشانل، يبدا ينظم مرور المواد بس بطريقه غير السمبل شانل. قال لك فعشان كده ننتقل للجزئيه الجديده اللي هي الجيتد شانل. ايه اللي بيميز الجيتد شانل ديت؟ والله من الشكل بتاعها كده، ده السمبل شانل شكلها بص ازاي، تقريبا ده هو ده، بس الفرق كان في ايه؟ الفرق كان في البوابه ديت، الفرق كان في الحاجه اللي بره ديت. قال لك الجيتد شانل فعلا اللي بيميزها هي وجود بوابه، هي وجود الجيت حواليها. خصائصها نعكس بقى الباسيف شانل. قال لك دي كانت باسيف ما بتوفر طاقتها، مالهاش دعوه بالمشاكل اللي حواليها. قال لك لا، دي بقت اكتف. اكتف يعني ايه اكتف؟ قال لك يعني شخص ايجابي، عارفين زي الشخص الايجابي بالظبط. ماله الشخص الايجابي؟ قال لك الشخص الايجابي لو شاف اي مشكله ولا حاجه، ده بيبذل من طاقته ذات نفسها عشان يبدا يحل في المشكله ديت. ده بيجي على نفسه في طاقته كده عشان يبدا يحل المشكله اللي موجوده ديت. ده اكتف، وبالتالي بيبقى انه اكتف اذا ان هو نيد انرجي، اذا في هنا انرجي، بيحتاج طاقة. بيعمل ايه في الطاقة دي يا شباب؟ قال لك الطاقة دي موجودة عشان تبدأ تقاوم الالكترونات ذات نفسها. نرجع تاني يا شباب معلش، الصوديوم اهوت فوق اهوت كتير، وتحت مكتوب صوت قليل اهوت، وتحت كان في صوديوم كتير. انتوا عارفين اصلا في القوة نفسها موجودة في اي مكان، هتلاقي ان القوة بتنقل الالكترونات من التركيز العالي للتركيز القليل، فالالكترونات تبدأ تنتقل اصلا لبره الخلية، واحنا معانا لسه محتاجين جواها، وتبدا الالكترونات تنتقل براها. كنا محتاجين حاجه تبذل طاقه تبدا تعكس القوه، تبدا تعمل مقاومه للقوه ديت. دي هتبقى وظيفه مين؟ اللي هتبقى وظيفه الجيتد شانل، البوابه، القناه ذات البوابه. بتستهلك طاقه عشان تبدا تقاوم، عشان تبدا تلاقي مستخدم لفظ في الكتاب عندكم، تبدا كنترول، تبدا تتحكم في سير المواد اللي موجوده. مفهوم؟ طب بتبدا تعمل كده ازاي؟ لك والله بتبدا تعمل كده بطريقتين. يا اما بتستخدم حاجه اسمها الفولتج، يا اما بتستخدم ليجند. ايه ده وايه ده ان شاء الله هندرسه دلوقتي.
بتعمل كده ازاي؟ قال لك والله اللي بيحصل ان يبقى فيه دي البوابه موجوده اهيت، دي البوابه اللي عليها جيت، وتركيز الالكترونات قليل تحت هنا اعلى من تركيز الالكترونات عالي، فتبدا الالكترونات تطلع بره. محتاجين حاجه معينه تبدا توقف الالكترونات هنا او تبدا تدخل الكترونات جديده. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ قال لك اللي بيحصل دلوقتي ان في الفولتج جيتد ديت، الفولتج جيتد نوع من انواع البوابه بيبدا نبضه كهربيه تعمل ايه ديت؟ قال لك تبدا النبضه ديت تقفل او تفتح البوابه على حسب احتياج الخليه. يعني مثلا اول ما يجي لها شحنه كهربيه، مين اللي يجي لها شحنه كهربيه؟ البوابه نفسها. لما يبدا يجي البوابه نفسها شحنه كهربيه تقول لها اقفلي دلوقتي احنا محتاجين الصوديوم اللي جوه ده، او افتحي في الصوديوم جاي من بره، تبدا تدخله. دي بالايه؟ بالفولت ديكيتد. بتعملها ازاي؟ قال لك بتعملها عباره عن حاجه اسمها بتستخدم الكترال انرجي. طيب دي بالنسبه للحاجه اسمها الفولتج شانل. فيها حاجه ثانيه موجوده اسمها ايه؟ اسمها الليجاند شانل. بتشتغل ازاي؟ قال لك سمعنا الكلمه دي فين؟ معناها في البايو. ايه الليجاند ده؟ بيكون ماده داخله في التفاعل الكيميائي A زائد B بتساوي C. دي ماده داخله في التفاعل الكيميائي. الماده ديت التفاعل ده هتلاقيها هيبقى تفاعل بطيء. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان في حاجه اسمها ليجاند، دي برضه ماده كيميائيه ثانيه تبدا ترتبط باحدى المواد المتفاعله علشان تسرع من رتم التفاعل الكيميائي عشان تدينا النتيجه. ده هو الليجاند. طيب بتشتغل ازاي في الليجند في البوابه ديت؟ قال لك الليجند ده عباره عن ماده، الماده ديت اول ما بتمسك في البوابه نفسها بيحصل ايه؟ بتبدا تتحكم في قفل او فتح البوابه، ويبدا تتحكم في مسار حركه الايونات اللي موجوده. ده هو ماده الليجند. قال لك الليجند ده قد يكون حاجه خارجيه، خارج، ممكن يبقى ليجند من الخارج او ممكن يبقى ليجند من الداخل. ليجند للداخل، ليجند الخارج هو عباره عن ايه؟ قال لك ممكن يبقى ليجند الخارج ده ممكن يبقى نيورو ترانسميتر، ممكن يبقى متر. طيب يا شباب، مراجعه سريعه بس على اللي احنا قلناه. احنا قلنا ان في عشان السيل ممبرين يقوم بوظيفته كترانسبورتر كان لازم يبقى فيه مكون مسؤول عن الوظيفه ديت. كان الليبيد ولا الكربوهيدرات ولا البروتين؟ قلنا البروتين، ومش اي نوع من انواع البروتين، ده انتجريتد بروتين، اسمه انتجريتد بروتين. بيعمل ازاي الانتجريتد بروتين بيتحكم في الترانسبورت؟ قال لك والله الانتجريتد بروتين بيتحكم في الترانسبورت بان هو عنده مجموعه من الشانل قنوات. الشانل دي قد تكون سمبل شانل او قد تكون جيتد شانل. السمبل شانل ديت ليه سموها سمبل وازاي؟ قال لك ده مش سمبل بس، دي كمان باسيف، دي سلبيه. ايه سلبيه ازاي بس فهمني؟ قال لك دي سلبيه مهما كان حواليها مشاكل، مهما كان في ايونات طالعه ايونات داخله، هي ما بتاثرش، هي بس مجرد ممر او طرقه تبدا من خلالها الالكترونات تعدي. وبالتالي بتوفر طاقتها. ليه بتوفر طاقتها؟ لان ما فيش اي قوه تقاومها، تبدا بس دي تعمل كترانزيت بس الالكترونات تمر من خلالها. جميل. دي كانت السمبل شانل. السمبل شانل دي بتتحكم في ايه المواد اللي كانت بتتحكم فيها؟ قال لك والله دي مواد سمبل برضه، ووتر، صوديوم، ايونات صوديوم، ايونات بوتاسيوم، ديت اللي كانت بتتحكم فيهم. وقلنا برضه ان دي اللي بتتحكم فيهم بقى، بتتحكم فيهم ازاي؟ ده هو بس مجرد كلها فرق في الايونات، مجرد بس خواص كونيه زي الانتشار وغيرها تبدا تنقل المواد من تركيزها العالي لتركيزها القليل. وابتدينا نقول طب ابتدينا نشوف مع بعض هل كان ده كافي؟ يعني مثلا كان في احتمال تاني، احتمال ان الخليه نفسها يبقى عندها صوديوم كتير ومحتاجاه نفسه، يبدا الصوديوم نفسه ينتقل لبره الخليه. هل ده احنا محتاجينه؟ لا. قال لك فعشان كده كان لازم يبقى فيه نوع تاني من انواع القنوات اسمها جيتد تشانل. دي عباره عن قناه او تشانل بس حواليها بوابه. البوابه دي بتبدا ايه؟ تبدا تتحكم في حركه الالكترونات، تبدا تعمل تبدا تتحكم. بتعمل الوظيفه دي ازاي؟ قال لك دي لازم تستهلك طاقه. الطاقه بتبقى جايه منها نفسها، بعكس السمبل تشانل بتبقى الطاقه من الوسط المحيط بيها اختلاف طاقات، اختلاف ما بين طاقه الاوتسايد ذا سيل والطاقه انسايد ذا سيل. بعكس ديت بتشتغل، بتقوم بالوظيفه دي ازاي؟ قال لك والله بتقوم بالوظيفه ديت الفانكشن، قال لك على حسب انواعها. في نوع فولتج جيتد بيتحكم بهم المواد عبر شحنات كهربيه، او قد يكون نوع ليجند. ايه النوع الليجند ده؟ دي ماده بتيجي من بره تبدا تمسك في المواد المتفاعله عشان تسرع من رتم التفاعل الكيميائي. طب ايه الفولتج ده؟ قال لك والله احنا ساعات بنعوز نقفل الخليه او نفتحها، فعشان كده اول ما تيجي شحنه كهربيه تمسك في البوابه دي نفسها، اللي بيحصل ان البوابه دي بتفتح وتبدا تمرر الشحنات اللي موجوده او تمرر الميه اللي محتاجينها. نبدا ننتقل لجزئيه الكربوهيدرات اللي موجوده في الخليه. احنا فاكرين من الشكل بتاع الغشاء نفسه كان موجود من ايه؟ كان في الشكل ده ايه؟ دي كربوهيدرات اللي موجوده، دي جلايكو بروتين. بتعمل الجلايكو بروتين ده، قالك دي كربوهيدرات مرتبطه ببروتينات، بتعمل بيه ايه؟ قالك بتساعد البروتين يقوم بوظيفته اللي هو كان بيعمل ايه؟ كان بيتعرف
كان بيعمل ريكوجنيشن للمواد اللي جايه من بره، حتى لو شفت شكلها تلاقي شكلها شبه الريسبتور اهو. دي طبقه الجلايكوبروتين. في هل يا ترى في الكربوهيدرات موجوده بشكل تاني؟ قال لك اه كانت ممكن تبقى موجوده بشكل جلايكوبروتين زي اللي شايفينه دلوقتي، بتبقى مربوطه بالبريفرال بروتين، او ممكن تبقى موجوده في صوره جلايكوليبيد. كده نكون خلصنا الجزء الثاني من حصه النهارده. في الجزء ده اتعرفنا مع بعض على المواد اللي موجوده في الجسم بتعمل ترانسبورت